السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني على كمية الرسائل اللي عمالة تسأل انت فين انت فين انت فين انت فين، أنا مش عارفة أقول لكم إيه. ربنا يخليكم يا رب وما يحرمنيش من سؤالكم. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كلها أيام بسيطة ويفرقنا عن الشهر اللي هيدخل كده علينا بالفرحة والسعادة والسرور. كده شهر حسنات، انت ماشي كده ماشي في موكب من الحسنات. تحس ان كل الناس حتى اللي مش كويسة بتلتزم في الشهر ده، بتحس ان الناس كلها طيبة. اقسم بالله في رمضان الناس طبعا عارفة ان انا في الامتحانات بختفي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طقطق طقطق. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا ماليش دعوة انا بحد تاني. وعارفين ان في الامتحانات انا زي العيال بالظبط، كأن انا اللي عندي الامتحان. بس يعني تحسوا انه والله كان ترم سائله ما بيعدي زق معايا الترم. اول مره من ساعه العيال ما دخلوا المدرسه، هو الولا هو في اولى اعدادي وسنين كتيره وترمات كتيره، عمري ما حسيت بترم سائل وكالح وغتيت قد الترم ده. هو وكأنك يا حاج رضا جه يا ابو رضا، دخلتك علينا مش حلوه يعني بقى خالص، يعني خالص قوي. بس الحمد لله خلاص هانت. اول ما نحط رجلنا في رمضان هنلاقي الترم خلص. زي ما انتم عارفين بقى ان احنا في امتحانات الشهر. الاختراع الجميل اللي استغفر الله العظيم يا رب سامحني يا رب وانا صايمه كده، اللي طلع لنا فيه الحاج رضا جه يا ابو رضا ان يعمل لنا امتحان كل شهر. الترم ده زي ما انتم عارفين عفريت العلبة بيطير في ثانية، فقال لك احنا مش هنلحق. هنعمل ايه؟ هنعمل امتحان صغير مكير كده، هو مش هيتجاوز ال5 دقائق. طيب ماشي. اول بقى مهزلة من مهازل امتحانات الشهر اللي احنا ما لحقناش ناخد فيه حاجة، ان العيال اللي درسوه فعليا حاجات اسبوعين بس، يعني هيروح يمتحن في نص وحدة، يعني عبط ما شاء الله. 5 دقايق ايه اللي هتلحق تقيم لي عليهم طلاب؟ ده عبء على اولياء الامور بقى. في ايه؟ المدارس الحكوميه زي ما انتم عارفين، خدوا المهازل بقى. زي ما انتم عارفين ان هي ما عندهاش ميزانيه لامتحانات الشهر، لان ده لسه حاجه طالعه جديده، فما عندهاش ميزانيه. الترم اللي فات كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيكتبوا للولاد على السبوره، والولاد تبدا تنقل وراهم ويحلوا في ورقه ويسلموا الورقه. قال لك لا، احنا الترم ده ما عندناش وقت اصلا ان احنا نكتب على السبوره. ليه؟ لان الوقت اصلا محدود. الامتحان فعليا 5 دقايق من بدايه الحصه. طيب تمام، هنعمل ايه؟ هنوقف الامتحان الواحد ب5 جنيهات. يعني ايه نوقف الامتحان ب5 جنيهات؟ يعني هيبيعوا للعيال الامتحان والعيال تنجح؟ لا. يعني دلوقتي انا ابني او بنتي مثلا في مدرسه حكومه عنده امتحان وليكن مثلا عربي ودين، فهات يا ابني حق تصوير الورق 5 جنيه عربي، 5 جنيه دين. بسم الله ما شاء الله، حتى المدارس عامله سبوبه على اساس ان تصوير الورقه ب5 جنيه، يبيعوا للعيال في اليوم المادتين ب10 جنيه. يعني حضرتك في الاسبوع ال5 ايام اللي انت هتمتحنهم او ال6 هيقفوا عليك ب50 جنيه. عندك عيل ولا 2 ولا 3 وقف عليك الامتحانات ب150 جنيه. هتقولي مش مبلغ ومش اي حاجه. هقول لك في ظل الظروف اللي احنا فيها مبلغ، في ظل ان الناس مدخله عيالها مدارس ودافعه مصروفات، فانا مش من حقي ان انا ادفع لك حق ما انت هتمتحن عيالي. ما تمتحنهمش يا سيدي، سيبهم لي بعبالهم يا اخي. لكن تدفعوا العيال حق الامتحانات، فانت يا وزير التربيه والتعليم تلبس الجلابيه وتروح تقعد جنب تقطع على الكنبه جنبه تتفرجوا على المسلسلات. فانا مش فاهمه. تاني حاجه في المهازل دي انه قال لك الامتحان 5 دقايق. ورقه الامتحان مش متناسبه خالص مع الفتره الزمنيه. يعني عندك امتحان العربي اول يوم كان في نص وكان في استخرج وكان في اختر، كان في صح وغلط، كان في كذا كذا كذا. الوقت ما يكفيش ال5 دقايق. هو اي عبط يعني، اي تقليد وخلاص. عندك الوقت مش هيكفي، خلاص يا عم مش عايزين امتحان.
انا مش فاهمه هو في ايه الوزير ده يعني بالاخص والوزراء بتوع التربيه والتعليم. اولياء الامور عايزين كده عشان شايفين ده في مصلحه عيالهم، يقول لك لا 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 احنا كده يا عم كده ليه؟ احنا شايفين ان كده هو اللي صح. والناس اللي تقعد تقول لك هو انتوا هتفهموا ايه في التعليم؟ لا نفهم اكتر منك. والله ليه بقى؟ لانه بيقول لك اسال مجرب ولا تسالش طبيب. يعني حتى لو الطبيب طبعا هو تعبير مجازي ملوش اي عبيط اساسا، بس هو فعلا اللي حس بالوجع غير الدكتور اللي هيشخص لك الوجع. يعني مثلا توصف لحد حاجه وجعاك او حاجه الماك او كده، انت هتبقى ادق بكتير من احسن دكتور، لان انت اللي عشت الوجع. بالظبط نفس اللي بيحصل في المناهج. انت يا وزير التربيه والتعليم حطيت المنهج لكن ما تعرفش آلية تنفيذه عامله ازاي. ايه اللي هيحس بآلية التنفيذ؟ المدرسين، الطلاب، واولياء الامور. هم دول الناس اللي هيحسوا بالظبط المنهج ده كويس مش كويس، المنهج ده ماشي معاهم مش ماشي معاهم. الامتحان انت حاسس ان هو هيقيم عيالك؟ لا مش هيقيم حد ولا اي نيله. فين مبدا تكافؤ الفرص؟ لما اجيب امتحان 5 دقائق وكل الطلاب تفتحوا ما شاء الله نشاط اجتماعي، وده يحكي مع ده وده يرغي مع ده وده، احنا مش هنخلص. احنا مش هنمتحن ولا هنتنيل، هنفتح بس مجال للغش. فانا بقول لو مشكورين تلغوا لنا دي وزاره نبقى احنا زي الفل. ليه بقى؟ عشان ما بقاش ليه لازمه والله التعليم. الحش حش حش في دماغ العيال ده. انت قاعد طول ما انت قاعد انت بتحشي في دماغ عيالك. المنهج طويل بالذات بقى سنه رابعه. يعني ما ادراك ما سنه رابعه، انا اكيد ما شفتش منهج سنه 5، لكن طالما امهات سنه 5 بتقول ان هو صعب فاعرف ان هو منهج صعب ومعقد. ليه بقى؟ لان المناهج فيها استفاضه، مش استفاضه بقى رغي على الفاضي. يعني مثلا تيجي وحده في الرياضه تلاقي الدرس يقول لك المفهوم الاول، الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الدرس العاشر، الدرس ال15، وتلاقيهم كلهم بيدوروا في نفس الحكايه بس لت بقى ملي على الفاضي. استراتيجيه حل المساله بطريقه ام حسين، استراتيجية حل المسألة بطريقة أم أحمد، استراتيجية حل المسألة بطريقة أبو إبراهيم. هو في إيه؟ ما تديني يا أخويا طريقة أعلمها للواد ولا للبنت وخلصنا على كده. جايب لك حل المسألة ب700 طريقة، وفي الآخر المدرسين يقول لك سيبك من كل ده واحفظ الطريقة اللي إحنا متعودين عليها القديمة. طب ليه؟ ليه المرمطة والشحططة والروحة والجاية والشقيان في الكتاب عشان تطلع جملة مفيدة؟ ده مفيدة نفسها بتقول لك الكتاب ده عقيم. حاجة في منتهى العبط اقسم بالله. ولسه بقى يقول لك ايه، احنا عندنا امتحانات تاني في رمضان. امتحانات ايه يا عم الحاج بقى؟ ما تقعد ساكت بقى، ما احنا كده كده هنمتحن بعد العيد. قال لك كلا البتة وبتة الكلا. وانا يعني ازاي يعني ما اعملش سبوبه للمدارس؟ يعني تتخيل المدرسه الحكوميه لما تبيع للطلاب ورقه الفلوسكاب الصغيره دي اللي متصوره ب5 جنيه. شوف المدرسه فيها كم طالب وكم واحد هيمتحن في اليوم وهيمتحنوا كم يوم. دي عملت ما شاء الله، يعني ده عملوا مرتبات شهر بحاله لقدام. هو اي استغلال يا جماعه، اي حاجه نطلع بيها مصلحه. يعني حتى في الامتحانات ده ايه الوزاره اللي ملهاش كبير ده؟ ايه يا عم قاعد في البيت نايم كده هو وسايب الناس عماله تبيع وتشتري فينا؟ لا اصحى يا طقطق كده، قصدي يا عم رضا، لا طقطق برضك منك لله انت كمان.